عارفين الهتاف بتاع اللعيبه او الهتاف ده مخصوص اتعمل للماتشات اللي زي دي مع اللعيبه اللي زي دي، لعيبه بدون شخصيه ولا روح ولا رجوله ولا اي حاجه يا اخي، وقراراتهم كلها غلط في الملعب يا جدع، حتى ما عندهمش دم. انا اقسم بالله الماتش اللي اتلعب في المحله بين ناشئين كان فيه روح وتركيز ورجوله عن الماتش ده. انت تتفرج على اللعيبه بتاعت النهارده، مفيش لعيب واحد فيهم تعتمد عليه او تثق فيه، وقال ايه لا دول دكه الاهلي. عيب قوي والله يا جدعان ان لعيبه زي دي تكون لسه موجوده لحد دلوقتي، وان تكون دي دكه الاهلي اصلا. عم اشرف داري اللي مستواه اصلا لو مستوى لعيب مصري ما وافقش بيه لو مصري اصلا اساسا، فما بالك بقى لو اجنبي وبيقبض بالدولار اللي فاكر نفسه جاي مستشفى. وكابتن طاهر طبعا، معلش والله انا بدني، بس كابتن طاهر اللي ما عندوش اصلا اساسيات مركز الجناح، والمفروض ان هو عنصر الخبره الوحيد اللي كان في الملعب النهارده، بيلبس طرد ساذج ويضغطك اكتر ما انت مضغوط. غير اصلا ان وجوده لحد دلوقتي لمده 5 سنين في الفرقه علامه استفهام كبيره قوي. يعني ايه لعيب زي دوت موجود لحد دلوقتي في الاهلي؟ اداره الاهلي طبعا تتحمل المسؤوليه ان هي اللي سابت الفرقه بالشكل دوت، وسابت الدكه بالمنظر ده فيها لعيبه لا يعتمد عليها، مش قادره تجري، لعيبه رجلها مش شايلاها اصلا. ولاعيبه وي والله العظيم لعيبه رجاله عملوا ماتش اسطوري يستحقوا عليه المكسب، اداء مفيش احلى من كده النهارده، وثقه ورجوله وتركيز، نازلين عارفين هم عايزين ايه من الماتش. وبجد حرفيا فيهم لعيبه احسن من لعيبه بتلعب في الاهلي، معلش يعني طاهر ولا كوكا ولا شكري ولا شريف ولا العش يفرقوا عنهم ايه يا راجل؟ ده العش النهارده في الكره بتاعت الجون الثاني المهاجم قطع من على الزاويه الشمال، بدل ما يجري معاه يقفل عليه زاويه التسديد سابه يجري، اللي هو روح انت بقى هات جون يا بلدينا، المرمى من هنا يا بلدينا، فاهمني؟ انا ماليش دعوه. فحرفيا ما ينفعش يجي علينا يناير واللعيبه دي كلها لسه موجوده، حرفيا 8 9 منهم يتقال لهم مع السلامه، ولازم تكون مخلص على الاقل في 2 مدافعين وباك شمال ومهاجم سوبر. لو حصل غير كده يبقى ما تستناش من الاهلي حاجه الموسم دوت، لان زي ما خسرت الكاس بالمنظر دوت هتخسر باقي البطولات بنفس المنظر. فنتمنى توجيه الشكر للعيبه اللي المفروض هم دكه ولكن ما يعتمدش عليهم اصلا، وربنا يوفقنا ونشوف يوم 1 يناير كل اللعيبه دي بتوجه لها الشكر وبيتقال لهم مع السلامه، وبنشوف الصفقات الجديده اللي هتيجي مكانهم، اللي على الاقل لازم يكونوا 6 7 لعيبه جاهزين ويجوا يلعبوا. فمستني جمهور الاهلي يشاركني رايه في الكومنتات ويقول لي ايه اسباب الخساره النهارده.